الحكومة وقفت الساحل الشمالي، بس ليه؟ أكتر من 47 شركة منهم شركات كبيرة اتقفل عليهم الساحل، بس محدش فاهم ليه. ولا كهرباء ولا مية ولا تراخيص ولا تقسيمات، والناس كلها بتسأل ليه ده حصل وليه دلوقتي. بس اللي اشتغل في السوق ده عارف إن ده كان جاي من بدري. هقول لكم القصة. الساحل زمان كان تابع لمحافظة مرسى مطروح، أي مطور بيروح يقدم ورقه للمحافظة وياخد على طول التراخيص ويبدأ شغل على طول، لحد بقى ما الدولة قالت لا، ده كده كتير، وقررت تسلم الساحل كله لهيئة المجتمعات العمرانية. الهيئة لما دخلت فتحت كل الملفات وراجعت كل التراخيص بتاعت القرى القديمة والجديدة، وهنا لقوا المفاجأة. أغلب المطورين العقود بتاعت الأراضي بتاعتهم مش باسمهم أصلا، والدولة قالتها صريحة: مش هيتبني متر أرض واحد إلا لما يكون المطور هو المالك الأساسي للأرض بتاعت المشروع. في الجزء الثاني أنا هقول لك إزاي المطور بقى عليه 2000 جنيه هيدفعهم عن كل متر أرض. تابعني عشان الأرقام اللي جاية هتغير نظرتك تماما عن الساحل الشمالي.